البيت هذا حبيت من ريتا قالت فؤاد يقول على نيفين انه لازم تطلع وحبها مو حقيقي، وهذا وينه الاسم راح. شنو هاي؟ شو دا اسمع صوت جمهور يصفق. شكرا طالعه. وين طالعه؟ من بيت ابوه رايح البيت الجيران. لاف يو طالعه. اي نخسر خراب. شنو 8 وين عندك انت؟ شنو الدنيا انقلبت ساعات. يا ويلي على طالعه. كفو طالعه. معنا على الحظ راح نخسر. طالعه بعد يوميه طلعي. ما اريد اشوف طين. تاله والله اني قريتها طالعه من القلب. شنو طلع من القلب؟ طلع من القلب شنو؟ بعد يطلع من القلب مو زين. لا بالعكس، هاي من الزينات. حسين انت شنو فهمك انت؟ طبعا. ايه اليوم ممدوح هيهات منزل اليوم ممدوح. شفت بوبو ايه بوبو شنو رايك ببوبو؟ بوبو احسن. بوبو حلو كان، يعني اليوم دوره حلو. اليوم هذا عنده صولة عافية. طاولة بوبو ضد نيفين. كوني انثى إيه. امرأة. انا ما باخذ دور الشاب والبنت. ايش طلعت يابا؟ اذا انت 24 ساعة بالمشاكل وعايفة الدنيا ولا حب ولا بطيخ، ايش تريدي الولد شي يصير؟ واي شيء انا ما باخذ دور الشاب والبنت يا معودة. دي كافية السوالف مالتك هاي. دب الشاب والبنت وانت اصلا جاي تحبين، جاي للمشاكل، جاي للترند. خطيه قام يتقرضم الولد. ايه ولا بعدين قالت اسكت يا لساني اذا بنفتح انفتح هيك. انفتحي يلا نشوف، احنا نريد نشوف انفتحي. شنو هالكلام حسين؟ يعني برنامج يلا انفتحي قدامنا. لا حسين تعال يعني برنامج محترم، وطن العربي كله يشاهد. شنو هالكلام؟ شنو هالالفاظ؟ ها؟ انا ادري شنو الحكي هذا. ها يا اخي مو حلو هالكلام، يعني عوائل وناس دا تشاهد. ما ادري وين شفت ايش قالت ولو انا هسه ما اريد اشطح عليها، يعني بالتسلسل نريد نتكلم. بس اوكي، بس خلي هاي التسريبه نقولها. العفو يعني خاف اروح يعني زايد. خلي اقول لك شغله. شفت ايش قالت؟ قالت انا اللي قبل كنت معاهم ما بتطلع بوجوههم. يعني صدق كانت ما تطلع بوجوهك حسين؟ صح يعني ما بتطلع بوجهك كانت؟ صح. تولي هسه اقتله. هسه خليتي للبرنامج اذا ما بسطها. يعني انت ترد اعتبارك من تطلع؟ طبعا ايه اكيد. مولدني يا اخي مولدني. اكو واحد يجي يتكلم ما تطلع بوجود تقول يا قبال اتحداك يلا، مو تقول يعني ماكو. زين حسين هذا انطاك ورده وقال لك ماي ليدي. ايش مدريني ما بتطلعين. مو صوتي يعني رومانسيه. المفروض بالورده على راسي اضربها بيها، واي واحد يسالني اقول ضربتها بالورد. مو صح؟
اي ما ليدي مع اي الاسف. هم ما يقدرون يلزمون يا بشنو ليش ضربتني يقول ايش سويت انا ضربتها بالورده عادي. كفو الحوريه وكفو سوسو. يلا على الدبل يلا بعد ورده خلينا نطب على الدبل. يلا حبايبي افتحوا لنا الدبل بعد روحي. اسكت إيه. حسين. انا المشكله هاي التعليقات شلون اقراها؟ يا لا تكتبون ايش تعليقات مؤامرات اقولها انا اي تعليق يطلع لي قدامي. يقول ليش ما طلعت ويا سامي بالفيديو. حبايبي هم دازين على سامي انا شكو اطلع بالفي تي ار يعني حفاظا لكرامتي يعني هو ما جاي دور انا شكو اطلع مثل ملطلط هيك يمد راسي لا زحمه. صح. اي خلي بنفسي كرامه يعني إيه، هي مو مثلا احنا طالعين بث كنا سوا او احنا كنا جروب او شيء. شكرا رانيا. احنا مو طالعين مثلا كاميرا سوا اصدقاء يا بشنو نطلع او بث او شيء برنامج ودازين على سامي قال لي انه انت تعال اطلع انا مدراسي بعد هسه ما يدزون علي يقول شنو بدنا نجيب احنا بعد طلع فهو لازم يعني كبرستيج يعني ما يصير. فهمتوا؟ لا وشنو هاي تعال بالنسبه للبرستيج. بالنسبه تعال للبرستيج شنو هاي الكلام وجدان؟ اشتاقين لشخصيته الحسين. شكرا صونيا. اشتاقين شخصيته الحسين شخصيته اللي ما شفناها. شخصيته اللي ما شفناها مو ياسر ما يعجبه هسه راح اشوف شخصيه ما يعجبها الوضع هي تقوم تدردن. زين يعني وجدان قالت عليك ما شفنا شخصيتك؟ ايه بس شافت يا معوده ايش تريد تشوف؟ تريد تشوف الاسد. والاسد شو وقت يشوفوه؟ يعني لا نيفين شافت الاسد. اقول لك انا ايش خلاني بالبرنامج بعمل والدك انت شفت علي ايش قال ذاك اليوم الاحمد من اجى طاب ضيف هسه شرف. اقول لك انا لو شخصيتي نايمه وكل شيء ما مسوي احمد علي كان يحكي عليه يحكي على احمد يعني بس يعني هسه اوقف يعني الاسد انت وين مطلعه باللايف نطلع لنا الاسد؟ لك بابا مو هيك اقصد. اني ما لحقت اي شيء هسه كل الشخصيات بالبدايه كانت شويه بعدين بالاربعينات بالثلاثينات طلعوا. لك اني ما لحقت كل شيء اسوي يعني قلت هيك ادرجه شويه من اول حلقه تريد ابين لك هيك. ايه طبعا بس هو من الثاني بايه. شكرا سونيا. شيتوا علي. زين سؤال سأسألك سؤال إذا أنا أنت تحكي شخصيتي وشغلت شغلاتي ما طالعة زين علي شو كان يقول لأحمد علي ها؟ علي تعال على طاري علي ليكون كان يمدحك. مو قصة يمدح يمدح يذم بس دا أقول لك يعني حسين هو اصلا خلي اقول لك شغله كلام علي غلط كان عليك. شكرا تعال. كلامه غلط كان عليك يعني انت بالعكس شخصيتك رزينه وحلوه وثقيله. هسه ما فهمت انت شو تريد تشوف لعد انت؟ لك انا يا شخصية تريد تعرف شنو اريد شخصيه الاسد تطلع لهم الاسد. الاسد هو هذا اللي يرد ثاني انا اريد تعرف شنو؟ هسه بالحلقه الجايه شخصيه الاسد تعرف شنو تطب للفيلا تعضني فين تعض وجدان تعض علي. هو هذا اريدك تعرف شنو هذول تلزمهم وتعضعضهم نيفين وجدان علي على مود بعد تعرف شنو على مود بعد منا وجاي مني يقولون حسين يقولون لا هذا اسد صح هذا اسد ما نتقرب له. انا هيك ابي مو علي يقول عليك يباوع على البنات اللي لابسات قصير ووجدان تقول شخصيته اللي ما شفناها. زين ايش ذكرها بيه؟ ها؟ ايش ذكرها بيه؟ ايش ذكر مو غير سامي قال اني مع حسين يم حسين عرفوا بيك من هاي اللوحه مالتك.
راح تصير اشهر لوحه راح تصير هاي، تدري لا. هاي اللوحه مالتك اذا تبيعها راح ابيعها راح ابيعها. ولا هي تعال انت مو يمك اللوحه، يمي اللوحه اذا بيعها، يلا من يشتري هاللوحه؟ من يشتري هاي كلها طلعت بقسم ونصيب، كم حلقه طلعت هسه حتى بالحلقه الاخيره يمكن يشوفوها. شنو كان رايك بظهور سامي؟ اقول لك ايش انت طفرت على خير. هسه تحكي، هسه نبلش بهاي بعدين نرجع على بداية. يلا اول مره اريد اسالك انت، بس بالحق طبعا بالحق، يلا كلم. يلا انا دا اسالك لك هسه. لا انا دا اسالك لك، لا انا دا اسالك لك، اريد اشوفك شو تقول. ما اعرف سامي طب معاته بالله اوكي، اما العين حقه قاله زين سوى من قال عينه انه ما حد ما قال لي، ما حد ما عاتبهم، يعني المفروض ينبهوه. بس هو مو المفروض المشتركين ينبهون، المفروض اداره البرنامج ينبهون، لان هم الكاميرات عند البرنامج، هم اللي يباعون الشخصيات ايش يسوي ايش يسوون، وشنو العيب اللي بيهم وشنو الخلل اللي عندهم. فالمفروض البرنامج ينبهوا لسامي ومو المشتركين، يعني يجوز مثلا يستحون يقولوا له او شيء. شفت حتى يمكن زكيه قالت عبالين انه انت هيك يعني وضعيتك وضعيه عينك، يعني عرفت شلون؟ قال لا، هو بالفعل من اجى عندي هو كان يمي سامي، هاي طلعت هاي اللقطه. وقت وديته المستشفى وسوى فحوصات العين وهذا ورتب الوضعيه مالته، يعني رجع طبيعي. عرفت شلون؟ عدسات وهاي الامور يعني مال تحسن. زين سؤال سامي يقول انا عندي اصدقاء ودي يعاتبهم. زين لو حسين كان موجود بالبرنامج كان ما قال له سامي عينك؟ شلون يعني؟ ما افتهم. يعني لو انت موجود بالبرنامج وشفت سامي هيجي يرمش بهاي الصورة، ما تروح تقول له سامي عيونك بيها مشكلة، روح عالج روحك؟ أنا شفته سامي هيك، قلت هو جزء مثلا طبيعته هيك، يعني جزء هو الولد يعني مثلا مشكلة عنده بعينه وهاي. بس يعني المفروض الإدارة تنتبه عليه أكثر، يعني مو إحنا أول بالبداية، يعني أول ما شفته علاقتي ما كانت كلش قوية بي، يعني لدرجة إنه أنا ميانة عندي وياه وكلش إنه أتدخل بيه وشخصيته، وأقول له مثلا، يعني أقول له يابا عندك مشكلة بعينك عندك هذا، خاف هو مثلا يستحي أو أحرجه للولد. بس لحظة وقف. يعني تريد تفهمني انه انت ما انتبهت على عينه؟ لا أنا انتبهت عليه. زين من انتبهت غير قل له يا سامي عينك. وانا قلت لك انا هسه ايش حكيت ثاني؟ قلت لك يا ما اصل وياه بدرجه معينه اني بالميانه انه هيك اقول لك. اقول لك شنو ميانه اللي شنو دسبته؟ وباوع عادي حاله مرضيه وتقول له يعني شكو بها، يعني هو مو تقليل من قيمه. يعني انت بالعكس اصلا دا تنصحه انت، يعني انت يعني كنت شايفه وما قلت له؟ قلت لك يعني خاف هذا، يعني خاف ينحرج منك؟ ايه لا يعني هاي الشغله جزء هو قلت هو هيك، يعني هو طبعه يعني هو يعرف بنفسه. انا ما ادري انه طلع جايب نظاره والنظاره ما لبسها، بعدين اكو بعض الحلقات يعني بعدين قام يلبس، انتم شفتون بالحلقات الاربعينات الثلاثينات نهايه الثلاثينات قام يلبسها للنظاره. هو لبسها من البدايه اذا تتعب يعني تحس عينك شويه تتعب. بس هو المفروض يعني بشكل عام انا اذا اقول لك البرنامج يقول له سالار، لان بالكاميرات تبين اكثر، يعني من ياخذون زوم عليه تبين عندهم اكثر، حتى ملابسنا ترتيباتنا. هسه ابسط شيء انا اول حلقه من كنت قاعد تتذكر هاي بالبدايه ويا امنيه يا امنيه ويا اميمه، من هيك تسوي كنت اسوي ما ادري هيك، يعني نزلوا بعدين قالوا لي انت ليش هيك تسوي ايدك؟ ليش حاط ايدك هيك؟
قالت مو الكاميرا ما تشوفك. يعني نبهوني اكو لقطات يعني كنت اسويها بايدي بهذا هيك اسوي وهيك هيك، يجون يقولوا لي ايش تسوي؟ لا تسوي الكاميرا ما تشوفك. او مثلا نزعوا النظارات كانوا هيك يقولون هاي الشمسيه، مع العلم الشمس بعيننا نزعوها حتى الناس تشوفكم. يعني عندهم هاي السالفه هم وين راح؟ اللي وقف. يلا حبايبي كفو، خلينا نكبس. هذا وين؟ يعني مو على حسابكم، من حساب الولد هو تعال يدفع. تعال تعال تعال، انت انقطع مش شنو شو وقف راح. انت وين وصلت؟ وقف. وين اخر شيء شفت حتى ارجع عيده؟ يعني هسه مختصر الكلام انه انت شفت سامي عينه ترمش وانت ما قلت له. يعني قليل وياك شنو السالار بالفيلا. اقول لك شنو قليل كنت وياه، لك انت اكثر واحد كنت مع سامي. لك يعني الولد كانوا ذول البقيه اكثر، يعني هو ايش قد لل50 يلا طلع، انا بال20 ودعت. اي بس انت اسبوع معاه، انت اسبوع كامل معاه، يعني خلال هالاسبوع ما شفته يرمش. لا يمكن شفته خاصة يعني ما بشوف شفته والله. شو حتى قلت له يا بعدين انت ورا. بغير فيلا كنت حسين. لا بعدين قلت له يا مش وقت والله، صدق نسيت. خلاص وصلت الفكره حسين، شكرا على سعودنا من هاي، بس هو نخابرك فيما بعد اوكي. على موضوع هذا الهاي فاي. نجي للموضوع الثاني، شنو تعليقك على الهاي مال فاي؟ مال نيفين، شو هو يقول اي هاي فاي وهي تقول لا ضميتك. شو سلمى نصدق احنا؟ انت انتبهت؟ انت من تصدق؟ انا بالنسبه لي صدقت سامي. انا ما اصدق سامي، كذابه نيفين. اللي انت تعرف شنو يعني، هو من مجبور يكذب بهذا الشيء. ومثلا كان يقول مثلا زكيه وغيره يقول يا بنتو ايش سويتوا وياي. لا انت شفت ايش قال؟ قال اختك اللي علاقتي مو قويه معاها، اللي شفتها قليل ضمتني، بس انت لا. صح لو غلط؟ صح. يعني شنو رايك مختصر الكلام بالمكالمه؟ عتاب. المفروض يعلي الجيج سامي وياهم يتعارك المفروض. لان هذول مو مال معاتب، هذا مال عتاب، مال ناس حبايب، واحد يحب الله اصدقاء تجي تعاتبهم، بس هذول مو مال عتاب. ماليش التحديد الكل اسوي لهم. هو انا مسويت لهم تحديد الكل. باوع خلينا نجي على وحده بالنسبه المكالمه سامي. يعني اني صراحه اشوف مو مال عتاب، يعني غلط من عاتبهم، المفروض ما يعاتبهم، المفروض ينزل بيهم واحد. اي شخص اساء له وضوجه ينزل بيه واحد ويقول له فلان انت عملت هيك وعملت هيك وعملت هيك. فلان عملت هيك. المفروض الاشخاص اللي هو احتك بيهم، الاشخاص اللي احتك معاهم، واللي يعني مثلا يعني اكو شيء ظل بقلبه باتجاههم. صح. مو مال اجي اعاتب يعني هذا من كثر المحبه، يعني انا من الشخص احبه واعزه اجي اعاتبه، المفروض اني ما اعاتب. هاي اول شغله. وثاني شغله بالنسبه لعينه ترمش، يعني صراحه انا ما اعرف يعني سامي شلون ينتقد
ويعاتب اصدقائه، وحتى انت هم بدليل انت قاعد معاه اسبوع يعني ما قلت له انه عينك ترمش. بس هلار بس انا خلي صلحت بالك وياه موقف، يعني انا وديته للمستشفى. اعرف انت وديته، اعرف. صلحت بس الموقف مالتي وياه. اسمع انا اعرف كله اعرف. بس باوع يعني انا هسه كلامي لسامي. زين سامي هو الشخص زين ما حس على روحه. رمشت. كاميرات لا ودنيا بس وانت بعد. بس لحظه، يعني ترى ماكو داعي، انا اشوف ماكو داعي انه شخص يقول لك مثلا انه ارمش، قاعد ترمش، انت تحس على روحك، يعني المفروض انت تعرف، المفروض انت منتبه هو منتبه. المفروض يعني هو لو منتبه بشرفك يبقي روحه بيج منظر يطلع. يا اخي المفروض يروح لهم يعني شلون ما منتبه على روح. زين هو شغله مضايقته وكاميرا واضاءه، من الكاميرا والاضاءه يعني يصير ضغط على العين. المفروض هو يروح للاداره يقول لهم اروح دكتور، اروح مستشفى. يعني بدليل الكل راحوا مستشفيات، وبدليل ميها كان عندها مشكله بعينها وراحت. المفروض الواحد ما يسكت، المفروض هو يروح يتكلم، يقول لهم انا عندي مشكله بعيني ولازم اروح مستشفى، تودوني مستشفى اظل بالبرنامج، ما تودوني مستشفى انا طالع ما اصور. المفروض هيك يكون، انا هذا اللي اشوفه. يعني ماكو داعي انه صديق يجي يقول له او اصدقاء يجون يقول له سامي انت عينك ترمش. اوكي، يجوز الاصدقاء يعني مثلا متحرجين، يعني يجوز يعني يتحرجون من هذا الشيء. بس انت صاحب انا يعني انت الشغله عندك انت، وانت المفروض تحس على روحك وتروح تقول لهم. انا هذا اللي اشوفه. وبالنسبه الموضوع شو اسمه نيفين انت تعاتبها على شنو تعاتبها؟ ما له داعي. يعني المفروض اصلا ما لا يعاتبها ولا يتكلم معاها المفروض، ولا يرفع من شأنه هواي. ولا يرفع من شأنها المفروض. يعني المفروض اذا اكو المفروض تعرف شنو، تتجاوز شخص اسمه نيفين. انت يعني انت باور، انت من شفت الشخص تكلم معاك، انت دائما كنت تقعد معاه ومنطيه قيمه، وبعدين تشوفه بوقت الوداع. تتذكر مره من المرات بالبدايه ما اعرف صارت مشكله، نيفين ايش قالت احنا اذا الشخص نسلم عليه بالايد معناته بدنا نقلل من قيمته. بالبدايه قالتها، اذا ترجعون للحلقات القديمه بالبدايه قالت اذا نسلم عليك بالايد معناته بدنا نقلل من قيمتك، لازم من نيكولاس اجى وانا انتقدت على موضوع الحضن، على موضوع الحضنه. قالت اذا اسلم عليك بيدي معناته دا اقلل من قيمتك. زين الشخص هو من اقرب الاصدقاء الك، كان من يخرج تسوي له هاي فاي، يعني مو حلوه، يعني معناته انه انت تقللين من قيمته. زين المفروض شفت هذا سوته معايا، خلص اجيب علامه في اخليه على النيفين نقطه راس سطر، ولا اجيب طاريها ابدا. وطب قست ما اجيب له. لا تعرف شنو، من ادخل بالمكالمه اشوف الكل الا نيفين ما اشوفها، وحتى اذا تكلمت معايا ولا اردها. انا هذا اللي اشوفه. بس مو اجي اقول لها انا زعلان من عندكم وعاتبها. ترى العتاب من كثر وين احبك
اي والشخص من تعاتبه معناته انه انت تحبه وتعزه. انا هذا اللي اشوفه. المفروض ما يشوف شيء اسمه نيفين على الاطلاق. وشكرا. باكو فد شغله اللي خلينا انوه عليها. طبعا سامي من طلع بهاي المكالمه خل اقول لكم اياها. تدري هو حاط موبايله وفيديو، هو شنو يطلع فيديو بالموبايل. تدري الشاشه كانت واقفه عنده؟ يعني مدى يشوف من الموجودين بالفيلا، يعني الكاميرا وين تفتر، لانه هو طلع اول واحد جيست. ايه فما كانوا مضبطين المكالمه وياه زين، عرفت شلون؟ ايه يعني حتى وجدان ما درى انه هي وجدان، تدري لا بس هم ما طلعوها بهاي الطريقه، طلعوا لك انه درى. انت شفت كل شويه كان ادم سامي انا وجدان رجعت لك سامي ماذا يشوف؟ انت شايفه حسن مثل العمي كان بالمكالمه ما يشوف شيء بالموبايل. زين هم ليش ما ضبطوها؟ سؤال. بالبدايه شاف ما ادري شنو، بعدين وقفت مو اول واحد طلع، فهو قام يعاني الولد، وحتى ما عرف وحتى ما صدق من قالوا وجدان موجوده بالفيلا، ما صدق، قال غني لي الاغنيه اللي انا احبها ما ادري شنو، فالا غنت وجدان اللي فت كلام قالت هو سامي هو وياها يحكون دائما بهذا الكلام، يلا عرف انه وجدان هاي. يعني تخيل على الخربطه يعني مال البرنامج. زين باوع، زين هو ليش ما قال لهم انه الصوره واقفه عندي قال الشاشه واقفه عندي، بس هم شنو يقطعوا لك هذا مرات يضبطون مشوها على العواجان. باوع خليني اقول لك شغله، اولا البرنامج ترى هو مو لايف، يعني مو مباشر. يقدرون ايه يعني يقدرون على ما يضبطوها ويتكلمون. يعني بويا ايام كان يوقف، كان يروح الصوت، كان يسوي شغلات غلط. يعني ايش تقول لهم؟ اقول لهم مدى اسمع، لا من تدخل عليهم يطلع لك الصوت كل شويه يجي، بس انا الا كنت انتبه ابغى بالتليفون اشوف الشخصيات وابغى بالكاميرات، يلا ارتاح. انا شنو اني طب والله قست وياهم وينعرض ملايين الناس تشوف الحلقه وما باوي منهم موجودين، حتى ما تعرف تتكلم. ترى انت شفت اليوم سامي هيك قاعد هيك ما يعرف ويا منو دي يتكلم، بس على الصوت. بس هو اصلا هو سامي هو طاب، يعني ما كان ناوي على فد شغله معينه، دخل عليهم بس هيك، يعني مجرد وضح على مود وضعيه عينه وعلى مود نيفين بس. المفروض يعني واحد يستلمهم. يعني خليت بعض يعني شكرا. ما اريد احرم وتحترق اذا احكي. لا بس انا اللي اتمناه طبعا بالدخول مالتي، اتمنى يطلع كل شيء، اتمنى ما يقصون من عنده، لان اذا طلعوا كل شيء يعني صدق فد شيء حلو يطلع. يعني انا خصصت بعض المشتركين، يعني كل واحد لبيت لي قنبله عاليه. بس باوع هذا هسه بعدين هو يبين، يعني اذا صدق يردون يطلعوك بصوره حلوه راح يطلعوه كامل، بس هم اذا يريدون يطلعوك بصوره مو حلوه فيقصقصون عادي. بس ما اتوقع يقصون منه شيء. تعرف ليش؟ مشكله يعني ليه مشكله؟ وهم هذول يحبون المشاكل. فانت من طالع، انت ما طالع تعاتب، انت طالع تخلي حد للي ما عنده حد. صح اي. فانت يعني اتوقع انه يخلوا لك اياه كله، يعني ما يقطعون منه شيء. انا هذا اللي اشوفه. والختاميه حلوه، فد شيء حلو يطلع. إيه ان شاء الله يطلع شيء حلو. انا صراحه متحمس.
انت باوع هسه اتوقع تدري شنو هسه اتوقع يعني انه راح يحطوا لك يا بالتشويقيه بالحلقه اتوقع. صدق؟ يعني اتوقع هيك يعني لان فشي قوي ودائما ويا نيفو ويا نيفين يردون يسوون ضجه بيها اتوقع. ايه يعني مو مثل سامي يعني ما دريت بعدين طب قلت هذا سامي طلع يعني شفته ما سوى له اي لان هو ماكو شيء ما سوى شيء الولد يعني بصراحه يعني بالحلقه من طلع جيست مجرد اعتاب ومو شيء مهم يعني عرفت شلون؟ مال فارس سوى فد شغله فارس بعدين انتم شوفوا. اقول لك هو فارس بعد سامي مو؟ اي انا اخر واحد انا. بعدين البنات يدخلون. بس تدري ايام دقه ناقصه هاي سووا البرنامج ويانا. يعني هسه احنا موجودين بتركيا انتوا ليش ما خليتونا نطب كبشر نطب هيك نطب على الفيلا؟ ها؟ بالعكس يصير احداث احلى. اذا نطب اذا انا طبيت او سامي طاب او طبينا سوا او طبينا شيء يعني باوع خليني اقول لك شغله. حلقتين يقدرون يطلعون من عندنا. اسمع يعني باوع يعني اليوم لو جايبين سامي مدخليه على الفيلا ولا المكالمه هاي انا اشوفه كان صار احداث اكثر بدل ما يخلون احداث انه ادم وامنيه شلون بعدهم مكبرين الموضوع مالتهم. يعني شفت اليوم مين انه دخلت على الخط. يعني الى متى نبقى نسمع كلام ادم عن امنيه وكلام امنيه عن ادم الى متى؟ يا اخي سدوا الموضوع خلص فهمنا. عمي انا اللي اعتذر وانا الغلطان بس سكر الموضوع. ما عندهم يا اخي حوارات واحداث ما عندهم. هم مطلعين لك ادم اللي يتكلم نفس الكلام انعاد للمره الالف وامنيه هم عادت الكلام نفسه للمره الالف. زين المتابع صار له 3 ايام شنو ذنبه؟ 3 ايام يسمع نفس الكلام. يعني اسكيب الا نسوي سكيب مو البرنامج مالتكم ما يطب ترند اذا صار سكيب بيها. يا اخي ما يفهمون هذول. بدل ما اجيب سامي على شاشه وعلى فيديو كول اجيبه ادخله. خليني اقول لك شغله بابا ادخله واحداث تصير ومتاكد 100% رح تصير الاحداث احلى من هذا الفيديو كول. طبعا كذلك هم فارس موجود ادخله بدل ما اجيب كول اسوي فيديو كول. بابا خليني اقول لك شغله هسه خليني اقول لك نفس الحاله هم. خليني اقول لك تخميني وموضوعي على موضوع الدخوليه مالتنا. خليني اقول لك شغله بابا ما حسب ما انا فسرته. بالنسبه احنا هسه عوفنا من البنات انه راح يدخلن للفيلا يعني هذا شيء منتهين من عنده. بس احنا الشباب احنا بس 3 شباب اني وسامي وفارس 3 شباب طلعنا من البرنامج ولازم ندخل هكا شغله تصويت وهالامور باو. انا شنو اللي فسرت انه اداره البرنامج كارهينه كلش ما عدا فارس الوحيد اللي هو بتونس سافر راح ما بقى منه بقيت اني وسامي بتركيا. كنا اداره البرنامج قالت ذولا نجيب ذولا الاثنين اللي نكرههم ندخلهم للفيلا وفارس اللي مثلا اللي ما عندنا شيء وياه وهو برا وخلينا نفضهم بفيديو كول نسوي بيهم احداث اللي يسوي لهم يريد مشكله واللي ما يريد يسوي مشكله. انا هذا اللي خمنته سالاف. لين انت شنو تدخل البنات واحنا ما دخلتونا؟
الا اكو فدئنا بالموضوع، ولا تقول لي تغيير يسوون. هم قوة ضبطوها اصلا، ويا سامي كل اخطاء كانت الفيديو كول، وما بي اي معنى انا اشوفه. سامي موجود بتركيا، جيبه دخله جوا للفيلا. كنسلتوه، واني هم انا شفت موجود بتركيا ما خليتوني اجي ادخل للفيلا، هم سويتوني فيديو كول. ايه بس فارس اللي هو صدق يستحق فيديو كول، اللي هو اصلا ما موجود بتركيا، بتونس. هذا فارس سوى له فيديو كول، بس هم لا، موضوع مستقصدينه. ما انا ايش قد قلت لك يا سالا، قلت لك يا لك يكرهوني، لك يضوجون من عندي، لك ما اعرف. لا فهمنا والله، فهمنا والله، فهمنا. ايه ايه، ليش ما خلونا ندخل الفيلا؟ يلا سؤال جاوب هسه، طيني تحليلك. بدل ما تشوف شغلات كلها متكرره وشغلات دينعاد مال المشتركين نفسهم، ما عندهم احداث. باوع المفروض من البرنامج يعني الشخص الموجود بتركيا يدخلوه، والشخص اللي طالع من تركيا رايح البلده يسوي له فيديو كول. المفروض على مود البرنامج يصير بيه شويه روح، وشويه هذا الروتين ينكسر. وترى تعال يعني هو الشيء ما ياثر عليهم، يعني تعال يعني حتى ماديات ما تاثر عليهم. يعني شنو هو؟ يعني اذا سامي اجى شنو؟ ياكل وجبه بس من عندهم، يخلص فلوسهم على مود الوجبه مثلا. لو راح يطول كروه يقول له انت هالقد دفعت للجايه، ترى ما تاثر عليهم. وحتى اذا اجى حسين، يعني حلوه هاي من يسوون فيديو كول وكلها اخطاء، ما حلو. المفروض تعرف شنو؟ مثل ما عاملوا، لا باوع هسه اكو شغله الاخ، لو الكل مسويهم فيديو كول اوكي ما تقدر تتكلم، بس يعني تجيب البنات تدخلهم فيلا والشباب فيديو كول. زين هسه يجي واحد شو يقول لك على مود المشاكل لا تصير مشاكل. زين شنو؟ سامي شايل سيف وداخل، حسين شايل سيف وداخل. ان البنات يسوون مشاكل، مو ان البنات يسوون مشاكل، ان البنات يكسرن، ان البنات اللي يفلشن، ان البنات اللي يتمشكلن. يا شنو؟ هسه شو يقول لك؟ يقول لك لا الموسم الاول صار بيه مشاكل ويريدون يتجنبوها. زين هسه انتم شو عليكم بالموسم الاول؟ انتم باعوا الموسم الثاني. الموسم الثاني من سوى المشاكل؟ بس البنات. ومع هذا شو يسوون؟ يجيبون البنات يدخلوهم الفيلا، والشباب يلا هاك فيديو كول واطلع خلصنا. تشوف ما تشوف هاي مشكلتك. برنامج عبارة عن خربطة، هذا مختصر الكلام. هو مو قصة خربطة سالار، انا قلت لك اياها. هسه كره ولا مو كره؟ هسه شنو راح يناسبوك؟ لا راح يعطوك مرة. ما يريد اصلا يشوفون وجهنا، صدق لهالدرجة. اقول لك ما يريدون يشوفون وجهك، يعني حتى بالفيديو كول المفروض ما يطلعوك. مو فيديو كول، مو مثل ما تروح لهم للفيلا تبقى حلقتين يمهم ونص نهار ما ادري ايش. باوع هو البرنامج مخربط. البرنامج لو ما مخربط كان ما جابوا احمد وقالوا له اقعد مع كل المشتركين، وقال اقعد مع كل المشتركين وهو قعد مع كابلين وبعدين طلع. زين بقيه الكابلات وينهم؟ غير تقعد معاهم. زين امنيه اللي اختارتها غير تقعد معاها. هذا شي يدل على انه البرنامج خربطه. ها مختصر الكلام. فيعني انت شنو؟ انت ضايج اليوم على فيديو كول عادي مشي. شكرا لهاشم للعطور.
فاني هذا اشوفه. هو اصلا حتى محتوى ماكو، قاموا ياخذون على الشغلات اللي بعد منتصف الليل يسوي لك بالحلقه، دي يكملوا لك بالحلقه، حتى ماكو شيء يعني اي شيء. يا اخي ما عندهم محتوى، ما عندهم محتوى ماكو شيء. ما عندهم. هسه شنو وين وصلنا؟ هسه رجال بدايه الحلقه شوي شوي على ما توصل لهنا. لا ايش نسوي احنا؟ دا نحف، احنا دا ناخذ خيط، هو هذا تحليل هذا. يقول شو وقت تحللون؟ لا هذا شنو ايش نسوي لعاد؟ لا ايش نحكي انا على جيم اوف ثرونز، هو غير على البرنامج نحكي. يا فهد يا راد لا تنظر لنا البيض. يلا حبايبي التكبيس ايش تعبان بعد لك تعبانين خربانين، لا تكبيس لا دعم لا لايك لا مشاركه، كش ماكو. يلا حبايبي فارس راح يقول راح يجيب العيد فارس، بس لو ما طالع احسن له. يلا حبايبي تكبيس وشير. love you. شنو سالار؟ شنو رأيك بمواجهة وجدان وعلي؟ يعني تحسه باتل فيلد 1، تحسه مواجهة علي وجدان. تحس هذا سلاح قديم. مسوي حمام مغربي، يعني شفت سمعت؟ ايه حمام مغربي ونيولوك وهذا. وثلاث ايام لكن شنو 3 ايام؟ ما شنو 3 ايام فرحت نفسها هي. اقول لك زين سؤال زين، اللي امه مريضه يروح حمام مغربي يروح يسوي نيولوك؟ يعني بس اريد افهم. وهو 3 ايام ما ادري يعني باوع، بس الطياره يوم واحد راح بالفندق، بقى يوم الروحه ويوم الرجعه خلص. بالطياره الحمام المغربي، يمكن الحمام المغربي هذا سووا هذا النيولوك صبغوا له بالطياره. باوع المفروض هي ما تجادل، المفروض ما تجادل الشخص، المفروض الموضوع ما تفتحه، لان من تفتح الموضوع راح يبين. يعني 3 ايام يوم بالفندق ومسوي حمام مغربي مفترى باسطنبول وروحه وجايه. زين شلون تريدين تقنعيها؟ وزين شلون رحتي للمستشفى ورجعتي؟ يا اخي خالتي معاها ورفيقتي ورجعوا جيت لكم. ايه مو حلوه يا اخي، مو صدقنا يلا ما يخالف، صدقنا. باوع يعني يجوز يمشي على فانزها، على اللي يحبها، اوكي اللي يصدق وكل شيء، بس ترى اكو هوايه ناس يعني اخذها بالعقل. 3 ايام شلون تريد تقنعني بيها 3 ايام؟ المفروض اني لو ما كان وجدان اني تعرف شنو؟ ما اتكلم بهذا الموضوع. اوكي اغلس، اسوي نفسي، اعمل نفسي ميت، اعمل نفسي ميت حتى لا اكذب واتفشل. مو باوع يعني هسه طلعت الشغلات، طلعت وحده بعد اللخ. يعني هذا النيو لوك تعرف شنو؟ يا رادله تدخل من الصالون من الساعه 9 الصبح ب9 بالليل تطلع. من 9 الصبح 9 الصبح. ايه من 9 الصبح لحد 9 المساء. هذا المفروض. والحمام المغربي ساعه ايش قد تدخل له؟ ب9 الصبح تطلع ب9 بالليل.
هاي دوامات داخلية من 9 الصبح على 9 الصبح. ايه يا اخي صعب غلط. حتى الرادة صبغوا شعرها هي حتى الرادة. شوي من هاي شوي دارية. بابا يعني هي خليني اقول لك شغله. يعني وجدان لو رايحه يا محداد وصابغ لها بالبخاخ هذا، شايفه هذا مسدس، هذا المسدس اللي يصبغ كان مطول 3 ساعات. اي 3 ساعات عمي يصبغ اذاناته، لازم عمي يلصق له الاذانات، يلصق له علباتها منه ركبتها حتى ليليصه وشطافاته هذا. زين هي شو سوت نيولك وسافرت ورجعت وحمام مغربي مغربي حمام لا تونسي حمام عراقي حمام لا تدليك وياها تقول. اي وتدليك واطمأنت على امها. يا اخي شنو هالوضعيه؟ ابكي الام. كافي لك اخ وما لاقلها على ولا لاقلها ريت تسلك اي حلالك اي. لا ما لايق. رجع على اشقر. قولوا له حسين ما يعجبه الاسود عليك. اقول لك باوا احس هنا باللايف مالتي اكو هذا شو اسمه، اكو فانز وجدان يمي كل يكتبوا لي غير الموضوع. ليش اغير الموضوع؟ يعني هو غير هو بالحلقه هسه احنا هسه من اختفت وجدان جبنا لنا عرفناها بعد وجدان. يعني شلون نتجاوز؟ وجدان يلا هاي الخاطرهم يلا دللون. احنا ما نزعل اي احد ولا يهمكم تدللون. بعد روحي بعد قلبي. اي نجي تعال من نجي تعال نجي العالي. تعال نجي العالي ابو ملاك. علي ابو ملاك شفت اليوم ايش قالت؟ ريتا ايش قالت عليه؟ زعلانه ما سلم عليها. على منو؟ وجدان زعلانه. انت بعدك على وجدان؟ يلا لا انه علي ما سلم عليه. اي تعال سوري بس زين انت وجدان سؤال اجاك ادم ما سلمتي عليه دك عاتبين عليه اللي شو منو حبيبك علي؟ لا باو تعال تدري شنو وجدان تحب الكل الا ادم. باو هسه خليني اقول لك شغله. تعال بالنسبه للمواجهه اللي صارت علي، اولا انت قلت ان امها مو مريضه. زين ليش بدلت يا اخي؟ خليك على موقفك. ليه بدل؟ لا انا ما قلت اجاني قلت فلوس. يمكن شنو يمكن؟ لا مو يمكن. مو مريضه تطب بعينه ما حتى اخش بعين ريتا تقول لا مو مريضه وخلص انتهى الموضوع. وهي من قالت لك وين شفت؟ قول لها بالانستغرام ده تشرين كذي. قول شفت ستوري. انت خايف من شو تعضك وجدان عادي قوله. وانت خربانه وياها خليك انت وياه بياض الثلج. هاي وحده. ايه والشغله تعال لهون. الشغله الثانيه ايش قالت؟ قالت من اجيت علي ما سلم علي، الكل سلم علي الا علي. تعال وجدان. اولا علي راح لعندك ووقف عندك وراد يسلم عليك وانت سلمتي على الكل. اذا ترجع للحلقه السابقه ترجع بكفاير. اذا ترجع تباوع الحلقه السابقه تشوف علي واقف بس يريد يعني فرصه على مود يغمرها الوجدان. هاي شلون من تروح البيت جدك بيوم العيد سلم على عماتك. دا ينتظر تعرف شنو؟ دا ينتظر السره شو وقت يوصل له على مود يسلم عليها ويغمرها. بس وجدان ايش سوت؟ وجدان سلمت على الكل
وتجاوزت علي. وبدليل هسه اذا ترجع للحلقه وتشغلها وتشوفها راح تشوف انه وجدان سلمت على الكل الا علي ما سلمت عليه. فانت اللي ما سلمتي على علي، فماكو داعي قدام ريتا تقولي له الكل سلم عليه الا علي ما سلم علي. لا عيني، ترى انت ما سلمتي على علي. انا هذا اللي شفته. انت شايفه روحك عيني على كيف ويانا. علي تعرف شنو؟ علي بالنسبه للبنات هو صاحب واجب، صاحب واجب وما يقصر. يعني اي بنت تشوفه لازم يقوم بالواجب باكمل صوره. صاحب واجب. صح. ومستحيل احد يجي يقول انه علي مقصر بحق بنت. طبعا. اي مستحيل. اللي يقول هذا الكلام انا اخش بعيونه. صح. خلاص، فانت شلون تقولين علي ابو ملاك انه هو ما سلم عليه؟ لا حبيبتي، كان هو واقف بالسرة. شلون سر الصمون؟ واحد واقف على سر الصمون يريد بس ياخذ له ب1000 صمون ويطلع. بس انت ما انطيتي مجال. بس انت قلتي له خلصنا الصمون يلا روح منه، وبعدين عاتبتيه. مختصر الكلام. علي قصر معاه بنت بالواجب. علاوي لا ذيبه معاطى يسويها عمي. هو علي، وانت علي شبيك ما عندك لسان يا اخي؟ جاوبها. قولي جيت وقفت السرة وقفت، بس انت ما اعرف ايش بيك وياها. قولي انا جيت واقف ودا انتظر بالسرة ومشيتي الكل الا ما اني ما مشيتيني. مشيني يا حاضر مشيني. استاذتي وما ادري شنو. اي ولا تشوفيني وما ادري شنو، لا تقعدين قدامي وما ادري شنو. لا علي، اي ام سوري، ما قاعد تعجبني ابدا. اجوبتك ما تشفي القلب. تعال علي ابو ملاك. ريتا ايش قالت؟ قالت علي يا حرام ما شفتوا من طلعت شهيناز راحت للمستشفى مثل السمكة من تطلع من المي. صدقتوا؟ لا طبعا ما صدقت. لا ما صدقت. انت صدقت حسين؟ لا. علي سوى بيوم علاوي تدري شنو؟ علاوي وضعيته اليوم من شهيناز راحت للمستشفى. احس شلون هذا الرجال من يودي مرته لبيت اهلها يقوم يرجع يلعب بذيله يدور له منه طير منه هذا شيء زاتي يحط على السطح شيء منه يرش شوي الطرمه يقعد يباوع هذا ويلعب بالملاعب العيد ويفتر. باوع. بالنسبه لعلي يعني هي باوع. تعرف شنو؟ ريتا كانت شنو؟ كانت يعني ما اريد اقول هيك كلام يعني، بس حسيت انه دا تقول الشهيناز انه انت مع الشخص الغلط، انه انت حابه شخص غلط. انا هذا شفته يعني بطريقه كلام ريتا. لا بالعكس يعني معناته تقول انه حابك هو ما كان يلوب عليه. حسين قاعد تستهزئ. حسين قاعد تتمسخر على علي. انت شلون تشوف؟ انت خاب بالمقلوب لك تشوف. اقول لك انت من قدام التلفزيون شوف لو من ورا التلفزيون. لا ورا التلفزيون انا باوع. خلص اذا انت ورا التلفزيون تباوع اني بعد شو اسوي لك؟ مشكلتك هاي. المهم كانت شنو؟ تلمح له. لا العفو، تلمح الشهيناز. يعني علي خطيه. ما شاف اي شيء من بعدك وخطيه بس كان ناطرك. خلي نجي العلي. علي بيومها سوى. قل لي سوى.
اذا شفت الحلقه السابقه الدخوليه مالته كانت مع منو؟ مع امنيه. ومبين والله مبين عليه متاثر الشهيناز كلش متاثر. دخل مع امنيه وسوى رقص مع امنيه. زين انت من حبيبتك رايحه للمستشفى ترقص مع امنيه؟ المفروض ايش تقعد توقف وحدك. زين انت من تشوف حبيبتك رايحه للمستشفى والله اعلم ايش بيها حالتها انت تروح ترقص؟ زين انت حبك شنو انت؟ فيك لو حقيقي بس اريد اعرف. فيك. زين انت شلون اجاك قلب وترقص؟ لا وبعد وراها تعرف شنو؟ قعد مع منو؟ قعد مع نيكولا وصفاء وأمنية. قعد وضحك. زين انت حبيبتك رايحة للمستشفى تقعد وتضحك وتمزح مع أمنية مع صفاء مع نيكولا. وبعدين شفت هاي الحلقة، شفت هاي اللقطة سواها بابا من لزم رجل منو؟ أمنية. شفته الحلقة السابقة انتبهت عليه لو ما انتبهت؟ لزم رجل أمنية يعني ايش قال لها؟ يعني تعاي صح لو غلط؟ المهم شنو الغاية من لازمة الرجل برأيك؟ ما اعرف شنو الغاية من لازمة الرجل. هاي لازم تسأل علي تقول له علي شنو الغاية من لازمة الرجل. انا صراحة ما افتهمتها. يعني قصدك راح يبوق الدخل؟ ما اعرف. المهم وبعدين وراها ايش قال؟ قاعد مع بنص الشباب يتكلم مع هذا يتكلم مع هذا. زين انت حبيبتك رايحه للمستشفى يا اخي دير بالك على هذا اقل فكرك يعني شوي خليه يمها. روح راسله روح ازعل سوي سالفه هيك اقعد وحدك اكسر قلبنا. وانت شفت ايش قالت؟ ويا اخي وبعدين وراها شهيناز ايش قالت؟ بعد جواب ما شهيناز علي هو الوحيد اللي وقف معايا فوق وهو ونيفين اشكرهم. بعد جواب ما شهيناز مع تشكرهم. اي يعني بعد جوابها شلون وباع هو اللي اصلا ولا مهتم ورايح مع امنيه ويمزح مع صفاء ونيكولا ويرقص معاهم ويدخل معاهم. تعرف شنو؟ المفروض يشغلون اغنيه شيرين عبد الوهاب اللي تقول خاينين يا عين. المفروض هاي يشغلوا له. انا هذا اللي اشوفه. صدق كذب؟ صح لو غلط؟ صح. يعني حبيبتك رايحه مستشفى انت هيك تسوي؟ زين حبيبتك اذا طلعت من الفيلا ايش تسوي؟ هي راحت للمستشفى ساعتين وانت هيك سويت. ما انا قلت لك وضعيته مثل وضعيه هذا يودي مرته البيت اهلها. على الاقل شويه هدي يعني ريلاكس شويه ريلاكس تنفس اشرب عصير اشرب هاي المتة مالتك بالقصبة تشفط بيها. ماكو داعي. بعد غلطان خلص غلطان. لا ظلمته. اي ظلمته مو غلطان مخطان. غلطان.
نريد نعيش يابا. بالحق حسين بالحق. طبعا بالحق، لا مو ايش الا ايش بالحق. كمل. خاينين يا عين ما تبكيش. طينه غير شيء يا استاذ. طينه ممدوح ونيفو طارق سوى اليوم. زين اليوم مية ايش فيها اليوم؟ مية متمسكة بموضوع أمنية وجاية داخلة رحل آدم. زين انت شالك بآدم بأمنية وهذا؟ ها؟ شاليكم انتو؟ كل من عليه بروحه. ونبجتي وجدانها، نزلتي وجدان رجعت بعد، هسه ما لها داعي بعد هاي. شفتوا وش قال اليوم آدم؟ يا أخي قال أنا أشكر البرنامج وأشكر ريتا لأن أحلى شيء صار بحياتي. زين أحلى شيء بحياتك رجعت وجدان؟ لا غير حياة حلوة عندك. ماذا أفتهم يعني؟ زين أنت شفت ايش قالت هي اليوم وجدان؟ قالت أنا الحب مالتي مو كلام، أنا الحب مالتي مواقف. زين زين انت الحب مالتك مواقف. الشاب من اجى وتلقاك وركض. تلقاك اول ما دخلتي رحتي هيك قلت ايش تسوين؟ اي وانت تركتيه. هي المواقف مالتك. هي المواقف. وين مواقفك انت؟ ما تعرفين تعرفين، لا تعرفين تعبرين بمواقفك ولا تعرفين تعبرين بحركاتك. يعني لا كلام ولا حركات. اي معناته انت ما تحبي. لا تخشمرين علينا بهاي السوالف هاي. الولد بصراحة أنا أشوفه يحب، عاجبته قافل عليها، معجب بيها وركض عليها وشافها وعباله راح تجي عليه ركضها ويجي يشيله ويضمها وهذا ويبكي شوية يذب له دمعتين، مدري دمعة مدري دوب. بس طلع كل شيء ماكو، فشلته راحت حضنت نيفين. ادري انت مرتبطه بنيفين لو بادم؟ ها؟ ما ادريني. فشلتونا وراجعت تسوي هذا الحب الحقيقي. تريد تاخذ اللقب. رجعتي هسه شنو داخله على الفاينل انتي؟ مو؟ هاي رجوعها يعني شنو رجعت تريد تكمل لاخر نقطه بالبرنامج بعد. هذا هو الفاينل الحاسم، الحب الحقيقي بالفيلا. زين انت دخلتي كانت غلط. دخلتي ما حضنتي للولد، دقاش مريض بيني انه انت ورجع حب تقول ما وصلت لهذا الكليك. يا كليك هذا تريدين توصلي له؟ ها؟ شنو ما سوى؟ زين بس سؤال زين هي من دخلت يعني شنو ببالها؟ شنو فكرها؟ مش مدري. بال علي يمكن يروح عليه مو؟ يعني شنو تريد علي مثلا؟ ما ادري شو بدها تعاتب علي. لا بس هي لا بابا تعاتب علي وتريد شخصيتي الثانيه مالتي تدور عليها بالله بالفي تي ار. صدق كذب يخليك ويا هذا عمي. ماكو هيك. عجيب. كله ستايل جديد طبعا سوت نيو لوك. هي لو قاصة شعرها هيك كان فول. اقول لك باوع هسه تعوفك تكلبت قاصه شعرها وصابغه شعرها كافه دون نيولك وسوته بعد. انت ايش لحيت بيه؟ المهم شنو رايك بكلام ريتا من قالت فؤاد يقول على شو يسموه على نيفين انه لازم تطلع من البرنامج؟ شنو؟ انه لازم تطلع من البرنامج نيفين. شنو رايك؟
لان هي ما تحب البوبو. ريتا هيجي قالت؟ ايه قالت فؤاد قال المفروض نيفين تطلع من البرنامج لان هي ما تحب بوبو. وصدق ما تحب بوبو. وبوبو ساكت المشكلة يعني اليوم يلا شوية لا وانت شفت نيفين ايش قال؟ وينه بس تريد تلزمه. وينه الفؤاد؟ الفؤاد ما سمعته؟ وينه هيك تتلفت. عقد على فؤاد فد مرة ما صار هيك عقد. شو تقول عليه؟ تقول شعره اطول من عنده. زين انت ليش مضغوطه من شعر هذا فؤاد؟ ها؟ ليش شعره سرح وشعره كثافه بيكثر من شعرك؟ ها؟ لا وبعدين شفت ايش قال؟ قالت له المفروض تاخذ موقف. المفروض تاخذ موقف وتسكته لفؤاد. وهو يعني ممدوح يوقف فؤاد. المفروض بوبو يوقف فؤاد. ليش يوقفه؟ بالعكس هو بوبو يريد تعرف شنو؟ يريد هذا قول وياي. يريد اهتمام يا اخي الشاب من حقه يا اخي الشخص يريد اهتمام. زين انت يا نيفين انت داخله يعني شنو تلعبين بمشاعر بوبو؟ بس سؤال اريد اعرف. تلعبين بمشاعره؟ نيفين كل شيء سوت بالفيلا بس الحب ما سوته. بس حب ما حبت. زين انت يا نيفين هسه بس سؤال. انت نيفين يعني بتيك مي اوت ما لقيتي الحب، بقسمه ونصيب سيزون 2 ما لقيتي الحب. زين وين راح تلقي الحب؟ بس سؤال. بقيني انت الحيوان من هذا بس تتعارك ويا نيكولاس لان انجح من عنده باي السوالف. وين راح تلقي؟ بس اريد افهم. زين بوبو يعني الشخص محترم واكابر، يعني حتى الشخص المحترم والاكابر اليوم طق هيك النفخ انفجر بعد ما تحمل. يا اخي شفته قام يتكلم قال شفت ايش قالت له؟ قالت له اني اللي قبلك كنت ما اطلع بوجوههم، يعني قصدها عليك. عليك وعلى فاس علي كانت ما تطلع بوجوههم. يعني انت بوبو مو زين انطيتك مجال وقلت لك تعال خلي اتكلم معه. ليش هي منو والله ما تطلع بوجوهنا؟ هي منو؟ انت منو مثلا؟ ها مالي مورو انت منو؟ مونيكا ما ادري شايفها مونيكا ما ادري شنو الممثله الايطاليه مونيكا ما ادري برادو. لا وكانوا يحكوا معي وانا بس يا صدق ترى كانت هيك. تعال يعني اذا نتكلم بصراحه صدق. وشو كمان لعد وين راح؟ ها؟ يعني من كانت تتكلم معاك تعرف منو كان يسوي انا دكتوره يلا قلت له فحصي لي عالي فحصي لي قلبي. شافتك مخبط. ايه مو قلت له دخليني سونار مونيكا بل بتشوشي هي هاي. مو قلت له دخليني سونار دخليني مدري مين وشو كمان اب من جا اقول لها شو قامت تتعوي. يعني من توصل على شيل الحب تقوم تعوي. ايش تقوم تسوي؟ ها ما تطلع بالوجوه بس ايش تسوي جنب بيتك الزيدي مالتك يمي. لا وحتى باوع يعني حتى كلامها يعني باوع كلامها جارح صراحه. ايه جارع من الطيور الجارعه نيفين. لا هسه عوفك من الشقي يعني شنو تقول للبوبو تقول له انا اكون اخذ دور الرجال والمراه.
يعني شنو بوبو؟ بوبو مقصر بشيء؟ يعني بوبو لان خالك على هواك وخالك على راحتك تتكلمين هيك على بوبو؟ لك هذا بوبو يمكن يريد يسوي هذا هجمه مرتده عليه، لان عينه دا تضرب على هذا على امنيه يا بوبو اللي يسويها بطل الابطال ملك الملوك اسميه. اذا عاف نيفين وراح ويا امنيه وارتبط بيها ملك قسمه ونصيب سيزن 2 بوبو، وهاي من عندي يا اذا سواها. بس اذا ما سواها ابتره لصبعي. لا لي صبعي جعلي. بوبو ما يسويها، بوبو ما يسويها حسين. لك فقير مال اقفاص بوبو، مسوي بالبيت بوبو. يعني حلوه هيك تقول له اني ماخذه دور المراه والرجال، كون رجال كون حدي. يعني حلو؟ يعني هذا الكلام شنو؟ هاي اساءه البوبو. ايه اساءة. يا اخي المفروض يعني هسه بس هسه ما احكي حكايه وبعدين يقولوا لي الفاينل الحاسم وهالسوالف يجون يحكوا لي اياها وما بقى شيء على البرنامج. يا اخي يعني بس سؤال اريد افهم، يعني ايش تترجى من برنامج انه انت مع نيفين؟ كلام موجه لبوبو. يعني شنو تريد تفوز؟ يعني انت باقي معاها؟ بس سؤال على مو شنو؟ على مود اذا انت ما مقتنع بحبك وياها، لا تريد العالم يقتنعون والمشتركين البقيه؟ عافية باوي. يعني هسه بس اريد اعرف، يعني انت شلون تريد تقنع اللي داير مدايرك تقول لهم انه اني حبي حقيقي؟ شلون يصوتوا لك على مود تفوز؟ هسه بس اريد افهم. البنت ما طايقتك، البنت اصلا ما شايفتك، وهي مو قصة شايفتك انت لا او انك عندك قصور، لا حشاك من القصور، بس هي يا اخي هي مولدنه ما تشوف اي احد. كانت هيك ويا الكل. اي ويا الكل. بس المفروض اوكي هسه مرات مثلا واحد يخطأ